السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أبدأ كلامي بصلاتي على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض بقى آخر تفريزات رمضان بإذن الله كده. النهاردة هنعمل بقى تفريزات اللحوم والفراخ والبط إن شاء الله مع بعض. يلا بينا نقول بسم الله ونصلي على رسول الله عشان ربنا يحسن ما بين ايدينا ونشوف اللي احنا هنفرزه مع بعض كده، الأنواع اللي هنفرزها مع بعض ايه. يلا بينا. معايا دي أول حاجة، طبعا دي كانت لحمة راس. ومعايا هنا طبعا دي كرشة، طبعا شفتها في مشتريات السوق وتجهيزات المشتريات. طبعا الفيديو اللي فات طبعا كانت سمرة، احنا نضفناها وظبطناها وخليناها زي الفل. انا وريهام اختي ما شاء الله كانت جايه تقعد معايا شويه. قلت لها بقى استغلتها اسوأ استغلال، قلت لها تعالي نضفي الكرشه دي معايا. وكان يوم بقى يا جماعه ما يعلم بالله ربنا، يلا الحمد لله. وطبعا معايا البط ومعايا الكوارع، طبعا زي ما انتم شايفين كده غسلنا كل حاجه وخليناها كده ما شاء الله بيضه فل زي القشطه كده زي قلوبكم. ومعايا طبعا دي اللهم صل على النبي دوت العكاوي، دي العكاوي. وطبعا دي اللحمة البلدي. كل حاجة مغسولة زي ما انتم شايفين كده وبنظام وبترتيب. وطبعا غسلت الفراخ وقطعتها، عملت منها كذا جزء. عملت منها طبعا قطع كده للشيش طاووق، وعملت منها بانيه زي ما انتم شايفين كده. وعملت منها برضو الطبق دوت للمشويات، قطعتها كده ايه نشويها يعني، هنطلعها في يوم نتبلها ونعملها مشويات. وقطعت منها بقى كده دبابيس، واللي هي النص بتاعي او قطمت يعني الورك نصين. شوفوا بقى هنقسمها مع بعض ازاي دلوقتي عشان نشوفوا بقى التلات فرخات هيطلعوا معايا هيعملوا معايا كمية حلوة ما شاء الله، كام وجبة يعني. تمام. وطبعا اسم الله حبيب قلبي اللي منورني ومشرفني دايما في كل فيديوهاتي وماشيين ببركة ربنا ودعوة أهالينا لينا الحمد لله. ودوار الشمس الجميلة اللي دايما تفتح النفس كده على التصوير. ودي كانت المكونات بتاعة تفريزات شهر رمضان معانا من اللحوم والفراخ والبط والحاجات الحلوة دي. يلا بينا بقى نقول كده بسم الله ونصلي على رسول الله عشان ربنا يحسن ما بين ايدينا، ونبدأ مع بعض نغلف الحاجة دي ونكيسها كده مع بعض في أكياس وندخلها الفريزر. مبدئيا هنبدأ طبعا بالفراخ الأول. معايا طبعا ده كده البانيه. هنرص كده البانيه طبعا في الأطباق دي كده بالراحة كده بترتيب. تمام، عشان طبعا لو حطيتها في اكياس على طول ممكن تتكسر او يعني ما تبقاش سليمة زي ما احنا هنحطها في الطبق كده. الطبق بيحافظ ان هي تفضل كده مفرودة وسليمة. ما شاء الله طلعت كده يجي يعني بما يعادل نص كيلو والله والزيادة من البانيه. تمام. معايا بقى طبعا هنا برضو طلعت كمية حلوة برضو كده بقيمة يعني برضو ايه نص كيلو او حاجة من القطع كده الشيش طاووق. تمام، اللي وصل معايا لحد هنا يقول هيمشي يشطوك، عشان اعرف انتوا وصلتوا معايا لحد هنا يا احلى اخوات واحلى جمهورية في الدنيا كلها. ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب. هنا شايفين بقى ما شاء الله الطبق كده بقى منسق ومنظم. هنبتدي بقى طبعا نجيب اكياس تلاجة ونغلفها كده او ندخل الطبق كده في قلب الكيس. تمام. ونحكمه كويس جدا ونقفله. لو حابين ان انتوا تقفلوه بالاسترتش راب برضو عادي، انا عندي الاسترتش راب بس انا بصراحة قلت ادخل الطبق في الكيس على طول. اهو ما خدش معايا وقت على طول كده، ورحت تانية تانية وخلاص كده ما شاء الله اصبح جاهز معايا. في اي يوم بقى ممكن اطلعه بقى واعمله كده مثلا جنب كفتة وسلطة طحينة او سلطة وبابا غنوج ويمشي يوم. كذلك البانيه يطلع برضو كده على طول نعمله جنب مكرونة وشوية سلطة حلوين وشوية ترشي ويمشي برضو يوم. يعني على قد ما تقدري بقدر الإمكان على حسب عدد أفراد أسرتك، وعلى حسب الإمكانيات طبعا يا جماعة احنا بننظم الدنيا وبنمشي حالنا. تمام. قفلت كده طبعا الشيش طاووق والبانيه وشيلته طبعا. ويلا بينا دلوقتي هنعبي بقى طبعا دي بقى القطعة اللي انا بقولكوا عليها دي بقى اللي طلعت من الصدور والجناح والرقب والحاجات دي. الكمية دي ما شاء الله كمية حلوة جدا، يعني بما يعادل كده يعني ايه كيلو ونص او كيلو وشوية. هنعملهم بإذن الله دول هنعملها في يوم بقى نعملها مشوية. نشويها نتبلها كده تتبيلة المشويات ونشويها ان شاء الله. شايفين ما شاء الله كيس متملى على الاخر اهو حلو. مع سلطة الطحينة برضو سلطة بابا غنوج كده ونمشي يوم بيها بإذن الله. كده انا طبعا بعبيها في الاكياس وبشيل طبعا الطرف من الاكياس كده عشان تبقى الحاجة كده ايه شكلها منظم وحلو. عبيت بقى كمية الفراخ المشوية. ويلا بينا دلوقتي هنا معايا الفراخ دي انا طبعا مقطعاها الوراك
الورك جزئين، يعني الورك نصين. احنا طبعا انتوا عارفين انا وجوزي واولادي 4 وامي طبعا معانا يبقى 5. احنا 5 افراد. فبعبي بقى كده 5 حتت على قد ال5 افراد بتوعنا. تمام. ما شاء الله الكمية دي هتعمل لي 3 اكياس، يعني 3 طبخات. شفتوا بقى من 3 فرخات طلعنا ما شاء الله كام وجبة. ادي كده معانا هنا طلعنا 2 بانيه وشيش طاووق، وطلعنا مشويات ادي 3. وادي ما شاء الله برضو هنا هنطلع 3 يبقى 6 وجبات. يعني ما شاء الله ال3 فرخات طلعوا لي 6 وجبات يا جماعة. يعني على قد ما تقدروا كده مشوا اموركم وظبطوا ايه الدنيا كده. عشان ايه انتوا عارفين طبعا الشهر طويل وكل يوم عايز اكل شكل والحاجة غالية. وبس احنا بنحاول بقدر الامكان نمشي الدنيا. بدل ما نعمل الفرخة مرة واحدة، لا احنا ممكن نعمل الفرخة على مرتين. زي ما انتوا شفتوا كده ما شاء الله طلعت منها كذا وجبة وكذا حاجة بأشكال يعني مختلفة. اللي هيتحمر واللي هيتعمل بانيه واللي هيتعمل شيش طاووق واللي يتشوي، يعني فاهميني. طلعوا معايا ما شاء الله كمية حلوة. شلت بقى كمية الفراخ كده زي ما انتوا شايفين وعبيتها كده بالشكل ده. وطبعا بمسح بقى كده حواليها عشان طبعا الرخامة بتنزل مية مكان ما بعبي الحاجة. لازم يبقى حواليك نضيف كده عشان تبقي واقفة بتعبي الحاجة وانتي يعني في راحة نفسية. ندخل بعد الفراخ طبعا على اللحمة بقى على طول. دي اللحمة البلدي. دول طبعا 2 كيلو. هنعملهم طبعا على 3 مرات. تمام. يعني برضو هنعبي كده الكيس فيه 5 حتت زي ما قلت لكم احنا 5 افراد. كل كيس هيبقى فيه 5 قطع. فانا ما شاء الله ال2 كيلو عملوا معايا فعلا 3 اكياس بالظبط. انا بحاول كده ان انا يعني انسق الكيس يبقى فيه احمر وملبس، عشان في ناس بتحب اللحمه الحمراء وفي ناس بتحب اللحمه الملبسه. انا عندي محمد ابني مش بيحب اللحمه فيها دهن خالص. بيحبها ملبسه، فعشان بيحبها حمراء، اما احنا بنحبها ملبسه كلنا عادي. عبيت بقى الكميه كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله اهو ال2 كيلو لحمه عبولي 3 اكياس بالشكل ده ما شاء الله. يلا بينا بقى نشيل اللحمة ونجيب شلنا اللحمة البلدي بقى. هنيجي هنا طبعا دي طبعا دي العكاوي. تمام. دي أكلة العتاولة بقى يا جماعة، اللي بيحب الأكل ده وأكل يعني أكل بقى المصمت والحاجات دي ينزل في الكومنتات يقول احنا بنحب أكل المصمت يا والعتاولة وأكل الناس اللي بص اللي بتفهم في الأكل بجد. طبعا هنا طبعا العكاوي دي بتبقى على طول على بعضها، يعني اللي هو الديل بتاع العجل على بعضه بيتباع على بعضه مش بالكيلو. فاحنا جبناه على بعضه كده كان عامل 410. انا قلت لكم الاسعار على فكره بتاعته في الفيديو بتاع المشتريات اللي فات. فانا طبعا هعمل ايه بقى، هنقسم ان شاء الله اللحمه اللي هي العكاوي دي على جزئين برضو على مرتين. ما شاء الله عملت معايا برضو كميه حلوه. كل برضو كيس فيه كده 5 قطع. تمام. عملت الكيس على فكرة الأولاني ده فيه 5 والكيس التاني ده فيه 4. ليه بقى يا هيام عملتي ده 5 وده 4؟ هقول لكم عشان احنا طبعا الكيس اللي فيه 5 ده هنعمله الأول، ووالدتي هي معانا أول أسبوع في رمضان. بعد كده هي هتروح عند رضا أخويا إن شاء الله تقعد برضو يومين عنده، وهتكمل برضو بقية إيه رمضان عندها في البيت وكده لحد ما إيه ما نسلم البيت لصحابه وكده بعد العيد. فطبعا ال4 دول طبعا هنعملهم في بقى في الوقت ده مش هتبقى والدتي معانا، فهيبقى كفاية على قدنا أنا وجوزي والعيال. ماشي. تمام. شلنا بقى العكاوي زي ما قلت لكم وعبيتهم في كيسين. ويلا بينا طبعا جينا هنا بقى على البطه الجميله دي هنعملها ان شاء الله مع بعض اول يوم رمضان ان شاء الله نعيشنا. كل سنه وانتم طيبين. ربنا يبلغنا رمضان كلنا على خير اللهم امين. لا فاقدين ولا مفقودين يا رب، ويرزق كل الناس من خيراته ومن نعيمه يا رب. هنا جبت البطة حطيتها في كيس. طبعا ما ينفعش احطها في كيس تلاجة لان الكيس تلاجة صغيرة، فجبت كيس كده يعني فاتح شوية من الاكياس اللي هي العادية بتاعتنا. وطبعا لقيت كيس طبعا هينزل مية، فحطيتها في كيس تاني محكم ويكون ايه متين شوية بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. شلت خلاص البطة. ويلا بينا نجيب دلوقتي معايا دي لحمة الراس. تمام. لحمة الراس برضو ما شاء الله حلوة وكميتها معايا عاملة دي كيلو ونص. عامل معايا كمية حلوة. هنعمل كل كيس فيه كيلو الا ربع، يعني هنقسم الكيلو ونص على مرتين. تمام. انا بقى هنا مش هنعمل بالقطعة، يعني هنا انا بحط كده بالبركة لان احنا هنقسمها وبعد ما بنسلقها بنقطعها حتت صغيرة مكعبات كده وبنعملها بقى في بصل وفلفل وطماطم وحاجات ايه التحابيش الحلوة دي.
حابين تاكلوها بقى تعملوا جنبيها شوية رز وسلطة عادي، حابين تاكلوها بعيش وسلطة طحينة وكده وشوية ترشي حلوين برضو عادي، حسب ما انتوا بتحبوا، حسب ما انتوا اتعودتوا تاكلوا يعني. فهنا طبعا عبيت الكمية بتاعة لحمة الراس بالشكل ده، وبرضو بقيت اعبي كده كيس واقطع كده من طرف الكيس عشان يبقى ايه شكله برضو حلو كده ولطيف. عملوا معايا برضو كيسين كميتين حلوين ما شاء الله. حطوا اللايك بقى ويلا بينا نشيل لحمة الراس وندخل بقى على التقيل بقى، خش على التقيل. معايا هنا طبعا الكوارع. بص بقى، من محبي الكوارع كله ينزل تحت في الكومنتات يقول لي مين اللي بيعشق الكوارع دي، عشان كده يعني ترم العظم والركب اللي باظت وخلعت دي. تمام. يلا بقى جبنا طبعا مش هينفع برضو اكياس تلاجة، فجبت اكياس برضو فاتحة كده من عندي كده تكون كبيرة شوية تاخد الايه الحجم اللي احنا هنحطه. قسمت برضو الكوارع دول اتنين، عملت كل كارع لوحده. تمام. دي واحدة كده لوحدها عملت برضو ما شاء الله، الواحدة عملت معايا 5 حتت على قدنا برضو يعني سبحان الله ربنا مقسمها. عبيت الكيس الاولاني اهوت، وهعبي برضو الكيس التاني معاكم اهو. ما شاء الله عملت كمية حلوة. هنبقى نعمل مع بعض بإذن الله بقى طاجن ورق عنب بالكوارع، وهنعمل برضو طاجن عكاوي، وهنعمل أحلى أكلات بإذن الله مع بعض في رمضان. وهبهركم كل يوم بإذن الله نعمل وصفة شكل وفطار شكل وأكل شكل مع بعض، عشان ناخد من بعض كلنا أفكار وتطبقوا الأفكار اللي أنا بعملها إن شاء الله. بإذن الله الشهر هيعدي ومش هتحسوا بحاجة بإذن الله. هنا طبعا عبيت برضو الحاجة كده في كيس فاتح. الكوارع برضو عشان ما تنزلش مية حطيتها برضو في كيس محكم زي البطة، وبالشكل ده بقى عملوا معايا كيسين حلوين ما شاء الله. يلا بينا نشيل الكوارع وندخل مع بعض على اخر حاجة معانا وهي الكرشة اللي وجعت قلبي النهاردة وتعبت ايدي انا واختي رهام. فطبعا هي الحمد لله انتوا كنتوا شايفينها في الفيديو بتاع المشتريات كانت سمرة شوية، بس الحمد لله احنا طبعا قعدنا انا واختي ريهام كده كل واحدة مسكت سكينة كده وبلانشة بقى كده وعلى الرخامة، ونزلنا بقى هتتك بتتك عليها كده كحتناها وخليناها كده زي ما انتوا شايفين من فوق ومن تحت كده بيضة زي الفل. غسلتها وظبطتها، وهنقسمها برضو على كيسين بإذن الله. دول برضو كيلو ونص من الكرشة، هنعمل برضو كل كيس كده فيه كيلو الا ربع. هنعمله مثلا بقى ونعمل جنبه بقى شوية رز وفتة بقى وتسقية وحاجات حلوة ان شاء الله كده بإذن الله، وشوية سلطة حلوين. يعني بصوا زي ما قلت لكم يا جماعة احنا بنحاول نمشي الدنيا بالإمكانيات اللي احنا نقدر عليها. تمام. انا بحاول بقدر الامكان اجيب يعني الحاجة اللي احنا بنحبها وبناكلها برضو ما تكونش برضو يعني يعني تكون الحاجة برضو على قد امكانياتنا يا جماعة. تمام. مش كل يوم برضو هنعمل لحم وفراخ وبط والكلام ده، يعني انا يعني في ايام هتبقى في نص الاسبوع هنمشيها عادي برضو نواشف وكده، فده ممكن الحاجات دي تكفيني الشهر ان شاء الله. وهنشوف لو احتاجنا حاجة برضو اخر رمضان وكده هنبقى مع بعض وهنجيب ان شاء الله. ما احتاجناش حاجة والحاجات دي كفتنا يبقى الحمد لله خير وبركة من عند ربنا. تمام. هنا عبيت بقى كمية الكرشة بالشكل دوت في كيسين برضو، عملوا معايا كميتين حلوين ما شاء الله. احلى كرشة دي ولا ايه؟ هشيل بقى الكرشة ويلا بينا بقى نشوف احنا عملنا ايه ونظبط الدنيا كده مع بعض، ونشوف بقى التفريزات الحلوة دي. طبعا معانا بقى الكرشة وادي الكوارع وطبعا لحمة الراس والعكاوي واللحمة البلدي الجميلة، وادي الفراخ طبعا والبانيه والشيش طاووق والبط بتاعنا الجميل. ودي كانت تفريزات شهر رمضان الكريم 2024 من اللحوم والفراخ والبط وكل حاجة. فيا رب كده ربنا يجعل بيوتنا كلها عمرانة يا رب من خير الله. طبعا دي كده المنظمات اللي انا اشتريتها ووريتها لكم قبل كده معايا في المنشورات طبعا. آه مش عارفة يا رب انتوا شفتوها ولا لا. لا دي اول مرة تشوفوها معايا على فكرة. طبعا جبت المنظمات دي بقى. طبعا انتوا عارفين المنظمات التانية اللي كنا عاملينها في المشتريات اللي فاتت كانت في تفريزات الخضار والفاكهة. النهاردة بقى جبت 2 جداد همت، الواحد عامل 175 جنيه على فكرة. جبت 2 قلت هحط طبعا بقى واحد فيه اللي حطيت فيه طبعا الكرشة والكوارع ولحمة الراس والعكاوي. تمام. دول هيبقوا في ايه؟ فهيبقوا في منظم لوحده. تمام اهو. هنا طبعا بقول لكم الكيسين ده الكيس اللي عليه سمايل ده عشان اعلمهم برضو عشان ما ايه ما تتوهوش مني كده واعرف اللحمه من بعضيها، لان الاكياس كلها تحس انه شبه بعضها.
فعملت كيسين اللي هو في الاسمايل دوت اللي هو العكاوي، والكيسين التانيين دول اللي هو لحمة الراس في الكيس التاني ده. كده انا عرفتهم بقى ايه من بعض، ابقى عارفاهم كده، اطلع الكيس اخد منه على طول. اما اللحمة البلدي فهحطها عادي زي ما هي بقى، تبقى كده كده معروفة. تمام. هاقفل بقى طبعًا المنظم الأولاني ده حطيت فيه زي ما قُلت لكم الكرشة والكوارع ولحمة الراس والعكاوي. هنشيل بقى المنظم ده ونجيب المنظم التاني، هنحط فيه طبعًا المنظم ده، هنحط طبعًا فيه بقى اللحمة البلدي، وهنحط فيه الفراخ بتاعتنا والبانيه وشيش طاووق والبط. لإن طبعًا الحاجات دي بتبقى يعني إيه، مش بتكرف على بعضها، بتبقى يعني عادي، بتبقى إيه، يعني ريحتها واحد. أمّا الكرشة والكوارع ولحمة الراس والحاجات دي، فممكن تكون بتعمل ريحة شوية. عشان كده أنا قسمتهم جزئين، خلّيت ده جزء وده جزء. تمام. وبإذن الله أجيب منظم كمان بقى فاضل للسمك، إن شاء الله هنبقى نجيب بإذن الله بقى سمك مع بعض في رمضان بقى طازة فريش كده، ونبقى نجيب له منظم برضه ونحطهم فيه لو هنفرّزه، أو هنحطه يعني لو هاجيب كمية هاحطها فيه، هاجيب منظم مخصوص برضه للسمك. هنا كنت محتاسة مش عارفة أجيبها يمين أجيبها شمال، المهم في الآخر جبت البطة في جنب والفراخ المشوية في جنب، وحطيت عليهم بقى على وشهم كده الشيش طاووق والبانيه. وما شاء الله كده المنظم خد الحاجة بتاعتي كلها ما شاء الله، المنظمين ما شاء الله كده خلاص تمام و100 فل و14. يالّا بينا دلوقتي بقى ندخل مع بعض نحطهم على الفريزر على طول، يالّا بينا. هنا طبعًا ده بقى الdeep freezer بتاعي طبعًا شفتوه معايا في المشتريات قبل كده، باقول لكم دي طماطم أهيّة، أنا جِبت طماطم تاني على فكرة فرزتها فوق الطماطم اللي إحنا فرزناها مع بعض زي ما قُلت لكم، وكل ما بيكون في طماطم قدّامي متوفّرة باخلّي أبو حبيبة يجيب لنا يعني ونحطها ما بتخسّرش يعني. وده كان فيديو النهارده، وزي ما أنتم شايفين كده نظّمت الفريزر بالشكل دوّة، ويا رب يكون عجبكم. ودي كانت التفريزات بتاعتنا من اللحوم والفراخ والبط، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة.